يلا بينا نغوص في عالم الأبراج وتحليل الشخصيات بطريقة مختلفة. أهلا بيكم في قناة مايلاند. النهاردة هنتكلم عن برج حير كل الناس خصوصا في الشغل. برج دايما عنده كلام كتير وأفكار كتير وطاقة مش مفهومة. أيوة صح سامعاك، هو برج الجوزاء. ناس بتقول عليه عبقري وناس تانية بتقول عليه مشتت وما بيعرفش يكمل أي حاجة، بس الحقيقة إن هو أعمق من كده بكتير قوي. تعالوا نشوف سوا مين هو برج الجوزاء في الشغل. ولو كنت برج الجوزاء اكتب لي إيه أكتر حاجة حسيتها في الفيديو والكلام اللي جاي صح، وإيه أكتر موقف حصل لك في شغلك بسبب شخصيتك دي. ولو تعرف حد من برج الجوزاء اعمل له منشن أو ابعت له الفيديو ده علشان خاطر يعرف إنك أنت فاهمه كويس قوي. أول حاجة لازم تفهمها عن برج الجوزاء إن هو أصلا برج هوائي، وده معناه إن هو دماغه شغالة 24 ساعة، بيحب التنوع وبيمل بسرعة وبيعشق جدا التجديد. شخص اجتماعي جدا وبيعرف يتعامل مع كل الناس، وعنده طريقة كده سحرية بتخليه يكسب الناس اللي قدامه. هو الشخص اللي هتلاقيه بيكلم المدير وبعدين فجأة كده تلاقيه واقف بيهزر مع الزملاء بتوعه، وبعده بدقايق تلاقيه قاعد كده لوحده بيقرا عن موضوع جديد محدش غيره أصلا بيفهمه. وده لأن دماغه أصلا مش بترتاح، دايما 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 بيدور على حاجة تغذي الفضول اللي عنده. حلقة بقى، هو الجوزاء عبقري ولا مشتت؟ الإجابة إن هو عبقري لما بيشتغل على حاجة هو بيحبها، ومشتت لما بيكون مضطر إن هو يشتغل في حاجة بالنسبة له مملة جدا. الجوزاء مشكلته مش في التركيز، هو مشكلته في التحفيز. اديله كده مشروع جديد فيه تحدي وكمان حرية وشوف هو إزاي هينفجر إبداع. هو كمان عنده مهارات تواصل مش طبيعية، بيعرف يشرح ويقنع ويلفت الانتباه وحتى يقلب أي اجتماع ممل لحوار ممتع. من أقوى مميزات برج الجوزاء في الشغل السرعة في الفهم، حب التعلم، المرونة وروح الفريق. الجوزاء هو الشخص اللي بيتعلم برنامج جديد في نص ساعة بس، ده كمان مش بس بيتعلمه، ده بيدرب بقية الفريق عليه، ولو حصلت أزمة هو أول واحد هيقدم اقتراح مختلف عن كل الناس اللي قدمت غيره. بس أهم حاجة لازم تديله المساحة بتاعته، لو شديت عليه أو ضغطت عليه زيادة ممكن ينهار أو يهرب من المسؤولية. زميلك الجوزاء هو اللي هيضحكك في وقت التوتر وهيخترع لك حلول غير تقليدية، بس خد بالك هو حساس أكتر ما بيبين. لو حس إن أنت بس بتشكك في قدراته هتلاقيه كده ينسحب بهدوء، ولو تجاهلته أو قللت من أفكاره هيقفل معاك من غير ما يشرح ليك. هو محتاج للتقدير، محتاج يسمع منك إن هو شغله حلو، فكرته ممتازة، وجوده أصلا بيفرق. الجوزاء لو اشتغل في المكان الصح ومع الناس الصح وقتها الجوزاء ممكن يكون من أنجح الشخصيات، خصوصا في مجالات زي التسويق والإعلام والبرمجة وإدارة المحتوى، أي حاجة فيها أفكار وتغيير وتفاعل. وفي النهاية أحب أقولك إن الجوزاء مش مشتت، هو بس سابق بخطوة، عنده دماغ ما بتهداش وقلب حساس بيتأثر بكل كلمة. وما تنساش تعملي لايك وسبسكرايب. أنا مي محسن وأشوفك في الحلقة الجاية. باي باي.